كرامته. معانا ناس من مصر. الو. الو، السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سعود؟ اهلا وسهلا. جدا جدا على وقفتكم جنبنا، والله العظيم اعلنا ولا بلدنا بقت بلدنا، ولا بقت بلدنا، ولا بقينا عايزينها. خلاص خلاص. سيادة الرئيس محمد حسني مبارك زعيم العرب، زعيم العرب يا مصريين. فين اخلاق؟ راحت فين؟ اخلاق ضاعت، الاخلاق ضاعت خلاص يا استاذ سعود، ضاعت، ما بقتش موجوده، ما بقتش موجوده. ما بقيناش نعرف ننزل شارعنا، ما بقيناش نعرف نخرج من بيوتنا، كل حاجه ضاعت. عشان خاطر مين؟ البلد بتتباع لمين؟ اتباعت، مش لسه بتتباع، مصر اتباعت، اتباعت لمين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بقالنا 15 يوم بنقف قصادنا كبير ومحدش بيجيب عننا حاجه، من 18 فبراير واحنا بننزل وبنقول يا جماعه خلاص خلاص، ارحمونا ارحمونا، البلد بتتباع، ارحمونا. مفيش حد بيسمع، بنقول في مؤامره، مفيش حد راضي يسمع الكلام ويقول ده هبل. الخبير الروسي طلع قال في منظمه غير حكوميه امريكيه بتمول اسمها بيزنس فور دبلوماتيك اكشن، حد سمع عنها؟ مفيش. قلنا في ايران، مفيش، محدش بيفهم. قلنا وائل غنيم في شركه جوجل دي يهوديه، وازاي مراته اسلمت وهو ماسك الشركه دي؟ ازاي يا استاذ سعود؟ حد يقول لي ازاي، حد يفهمني. استاذ سعود، نعم. الريس حرام اللي بيحصل فيه، ما يرضيش حد. يرضي ربنا يا عرب انتوا بتضيعوا. مصر لو وقعت كلكم هتقعوا، محدش هيبقى موجود. الهدف خلق شرق اوسط جديد، ومش من 2005، لا ده من 1990، من اول العراق، من زمان قوي. نعم يا استاذ سعود، ده محتاجين العرب يبقوا جنبنا، محتاجين وقفتكم، محتاجين حد يبقى جنب الريس. يا استاذ سعود احنا نازلين بكره تاني ومحدش هيجيب عننا حاجه. يوم 25 ابريل كنا بنقول وفات وكنا قرب المليون، محدش جاب عننا حاجه وقالوا لك عشرات. ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نفسنا نطمن عليه. الرئيس ياخد 15 يوم استمرار لمين؟ لصالح مين؟ دستوريا ما بيقولش كده، دستوريا ما فيش حد بقى بيعمل القانون. دكتور عصام شرف شغال لحساب مين؟ لما يطلع يقول اللي مش مع الثوره يبقى ما ملوش مكان في البلد. نروح فين؟ قول لي نروح فين؟ نروح لمين؟ انا لو الرئيس جراله حاجه هتنزل عن الجنسيه دي، مش عايزاها، وهروح اسرائيل لانها بقت انضف مننا. على الاقل ماشيين عارفين هم بيعملوا ايه، واضحين قصاد العالم. انا مقدر مشاعرك، ولكن تخشي اسرائيل. لا انا مقدر مشاعرك، ولكن لا مصر امتي على يد اغلبيه سفهاء. مفيش. ما يخالف بس لا تقولين هذا الكلام. يعني انا اقدر كلامك قايلته بانفعال وبشجن، ولكن مصر ام الدنيا، تسوى 60,000 من اسرائيل، تخشي اسرائيل. فانا اعرف تماما ان هذا انفعالك، لان احنا مش قادرين حتى نطبق ديننا، ما قدروش حتى يطبقوا دينهم، ما فهموش يعني ايه خروج عن حاكم، ما عرفوش، ما فهموهوش يعني ايه، ما فهموهوش. نعم يعني انا مش قادره اتكلم، انا في كلام كتير جدا يا استاذ سعود، بس فعلا مش قادره. انا نفسي اطمن على الريس، نفسي ان الناس كلها تقف جنبنا. انا محتاجين الدول العربيه تقف جنبنا، انا ماليش دعوه بالدول اللي بره، مش محتاجه اوباما يطلع يهني
شباب، دي مش ثورة، دي نكسة. ثورة ايه؟ دي كانت مجرد انتفاضة وقلبت بفوضى، وفوضى فظيعة، والفوضى دي مش هتنتهي. الفوضى دي مطلوب استمرارها لمدة سنتين كمان عشان يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه، وعشان تقدر تقع مصر. يعني أنا السؤال المهم اللي يطرح نفسه، أوباما لما يهني الثورة، أوباما لما يقول حق حسني مبارك ارحل، أوباما كل هذا اللي قاعد يقوله، هذا مو تدخل بالشأن المحلي المصري؟ لا طبعا تدخل، وقلنا مش عايزين تدخل من دول غريبة، مش عايزينها، لأن ثقافتنا غير، ثقافتنا غير. بره لما البنت بتتم 16 سنة بتستقل بذاتها، ما ينفعش. بره ما فيش جواز، ما ينفعش. احنا ثقافتنا غير. بوش لما انضرب بالجزمة كان بيوصي وياخد الثانية. صدق الرئيس لما قال انت مش فاهم ثقافتنا، ثقافة شعبنا غير. محدش ليه بيبص لده. لا الكل بيقول لك علمانية، علمانية ايه؟ هما فاهمين يعني ايه الأول؟ مين هيقبل على مراته ولا بنته ولا أخته إن تكون مصر دي علمانية؟ مين؟ حتى الإخوة المسيحيين، لا المسيحيين الشرقيين، القبطي المصري هو القبطي المصري الأصيل، نفس أخلاقنا ونفس أخلاق المصريين الشرقيين. محدش هيقبل بالوضع ده. صدقني الأقباط حزانة حزانة على الرئيس. والله كلنا حزنانين على الرئيس، كلنا حزنانين على الرئيس. يعني أنا محدش فينا كان بيبقى قاعد، كلنا كنا بنقدر ننزل. ارحموا عزيزا قوما ذل، ما ينفعش. نعم هذه الكلمة صحيح. ما ينفعش يا استاذ سعود، خليكم جنبنا. اعلامنا خلاص انا ما بقيتش اتفرج عليه، التلفزيون ده ما بقاش يتفتح. اقسم لك بالله اليوم الوحيد اللي فرحنا فيه يوم شفنا القناه بتاعتكم، يوم ما رجعنا من المسيره ولقيناها. يوم ما رجعنا ولقيناها بقينا بنعيط بالدموع. حسبي الله ونعم الوكيل. عرونا خلاص، عرونا. الواحد يفتح قنوات مش بتاعتنا يلاقوهم بيشتموا في الرئيس، اقول حسبي الله ونعم الوكيل. نفتح نلاقيكم من اول يوم يا كويت وانتم معانا. صحيفه جريده الانباء الكويتيه يوم ما نزلت مبارك هيتكتب اسمه بالذهب بعد تنحيه ب4 ايام، واحنا بقينا جورنالنا عشان نفتحه ما نلاقيش فيه الرئيس ونلاقي شتايم في الرئيس بعد ما كان كل حاجه الرئيس. دلوقتي خلاص محدش حتى عايز يجيب عنه خبر كويس. تقدر تقول لي يوم احتفال طابة طلعت مين؟ صورة مين اللي نزلت؟ صورة الرئيس وهو بيرفع العلم ولا صورة مين؟ بنفقد كل شيء، بنفقد حتى الحرب اللي الرئيس عملها، بنفقد السلام. الحرب اللي الرئيس عملها في اكتوبر بنفقدها. خلاص هيقولوا لنا بعد كده انتوا مالكوش لازمه. اللي قاموا بالحرب دول شويه نصابين. يرضي مين؟ يرضيكم الكلام ده يا عرب فوقوا وقفوا جنب الرئيس. ما تخافوش، هتخافوا من مين؟ مصريين خايفين من مين يا مصريين؟ خايفين من مين؟ يا دكتور عصام عيب خلي عندك شرف. عيب يا دكتور عصام. لصالح مين بتبيع مصر؟ لصالح الاخوان ولا الامريكان ولا اليهود؟ لصالح مين؟ ولا صالح الايرانيين؟ لصالح مين يا دكتور بتبيعها؟ لصالح مين يا دكتور برادة جاي من امريكا تعمل الكلام ده؟ لصالح مين يا استاذه اسماء انت واسراء؟ عايزين تبقوا سيدة مصر الاولى؟ ما فيش سيدة مصر الاولى غير سوزان مبارك. الست دي اللي كل بيت في بيت مصر دلوقتي، كل طفل ليه حملة شلل اطفال. ما عندناش شلل اطفال. الكذابين لما يقولوا احنا اكبر دول في فيروس سي والمواد المسرطنه يدخلوا على منظمة الصحة العالمية يعملوا سيرش. احنا مش من اكبر دول ولا من ال10 الاوائل ولا اي حاجة من الكلام الفاضي ده.
الست دي اللي جابت حق المرأة، الست دي اللي عملت عيد للطفولة. جايين دلوقتي بتنكروا عليها الكلام ده، جايين دلوقتي بتهنوها لصالح مين؟ لصالح مين بتهينوا في الرئيس واسرته؟ لصالح مين؟ انا ما يهمنيش غير محمد حسني مبارك، الزعيم محمد حسني مبارك، وهيفضل زعيم العرب، وهو اخر زعيم للعرب، اخر زعيم العرب، بعديه ما فيش زعيم تاني. واللي موافق على الكلام ده موافق، واللي مش موافق هيعرفوا، وغدا سيحكم التاريخ. نعم. يعني احنا عزانا ان موجود الملك عبد الله، هو زعيم العرب، عسى ربي يحفظه. الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وهو خادم الحرمين الشريفين، وهو رمز للوطن العربي كله. شكرا إيناس معنا.